هيحصل ايه لما نبيع الدنيا؟ لما تبيع الدنيا مش هتهمك نظرة فلان اللي خلعتيله الحجاب مثلا عشان يشوف مفاتنك ويتبسط بشكلك، مش هيهمك رضا صحباتك اللي عاوزينك معاهم في الجلسات الكيدية والغيبية، مش هيهمك ان فلان يرضى عنك فتروحي تاخدي منه فلوس مش من حقك عشان تديله حاجة مش من حقه، مش هيهمك رضا زوجك اللي بيحرضك على معصية الله، مش هتهمك حتى نفسك انك تبسطيها على حساب رضا رب العالمين. انتوا مين انتوا عشان اخالف امر ربي عشان انتوا ترضوا؟ ما ان شاء الله ما رضيتوا. لما تبيعي الدنيا هتدوسي على الدنيا باللي فيها بما فيهم نفسك الاماره بالسوء، هتوصلي لدرجه كده ان انت هتتعلقي بكل حاجه ربنا عز وجل يحبها، هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتحبي اللي ربنا بيحبه، مش هتسمعي الا اللي يرضي الله. هتيجي كده تسمعي حاجه ربنا ما بيحبهاش نفسك هتقفل منها، مش هتعرفي تكملي. هتيجي تشغلي مثلا اغنيه غراميه كلها رزه وخبط وكلام مثير للشهوات والمشاعر، بعد ما كنت بتتبسطي بيها وتغني وترقصي معاها مش هتكملي دقيقه وهتروحي طفياها، هتقولي ايه الهبل اللي انا بسمعه ده؟ اقفلي شغالي لنا قران ولا بودكاست حلو كده نتعلم منه حاجه. هتيجي تقلبي في القنوات ويطلع لك الممثل الحلو بعضلات وشعر سايح ده بعد ما كنت بترشقي قدام صوره والبوماته وافلامه واغانيه ليل نهار جوه البيت قدام الشاشات وفي السينمات. هتقلبي يا عم توكل على الله امشي، انا ربنا امرني بغض البصر، وانا لما بشوفك بتعلق بيك وبحس بحاجه كده مش طبيعيه ما ترضيش ربنا، وانا رضا ربنا عندي اهم، يهمني اكتر من اني انا ابسط نفسي برؤيتك. هتيجي صحباتك مثلا تقولك يلا بينا على الساحل في حفله هناك هنرقص ونهيص للصبح، بعد ما كنتي انت اللي بتعرضي عليهم زمان توديهم، هتلاقي نفسك مش بس مش عاوزه تروحي معاهم، ده انت مش عاوزاهم اصلا يفتحوا معاكي الموضوع. انت من كتر حبك لربنا عز وجل بتلاقي ربنا بيحطك في الاماكن والظروف والحياه اللي هو بيحبها. طيب ازاي اوصل للمرحله دي؟ سهله قوي، بمجاهده نفسي بالعبادات الفرائض والسنن. سيبك من اللي بيقولك القلب الابيض اهم من الصلاه ومعامله الناس بالحسنى اهم من تلاوه القران والصيام، دي ناس مفلسه وكسوله، كسلوا عن العباده فبيبرروا لنفسهم تركهم للفريضه بان انا حلو وجميل اهو مش لازم عبادات، يعني الدنيا ماشيه، مش العباده هي اللي هتطلعنا القمر، لا العباده هتوديكي ابعد من القمر، هتوصلك لحب الله، هتوصلك للجنه. اصل ربنا عز وجل مش هيفرض علينا فرائض كده منظر وخلاص، دي ليها فايده عظيمه جدا بجانب طبعا المعاملات الطيبه. واهم فايده هتلمسيها بنفسك لما تجاهدي نفسك وتصبري على العبادات في اوقاتها المحدده هي حب الله عز وجل. ربنا هيحبك لما تقيمي فروضه، وهيحبك اكتر لما تحافظي على السنن والنوافل، صلوات السنن والقيام وصيام التطوع والصدقات وقيام الليل والعمره. بصي اي نافله هتعمليها هتقربك من ربنا عز وجل اكتر وتساعدك في انك تبيعي الدنيا وتوصلي للمرحله اللي قلتلك عليها في اول الحلقه، انك ما تشوفيش ولا تسمعي ولا تتكلمي ولا تروحي ولا تيجي إلا لما يرضي الله. في الحديث القدسي ربنا عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب ليه العبادات والنوافل بتقربنا من ربنا عز وجل وبتخلينا نحبه فيحبنا؟ ليه؟ أولا لأنها وسيلة التواصل الوحيدة مع الله عز وجل. هو احنا بنكلم ربنا امتى؟ في الصلوات الفرائض، في السنن، في الذكر، التسبيح، تلاوة القرآن، الدعاء، كمان في الصدقات، أعمال الخير اللي بنعملها وإحنا بنفكر في الله بالنية. تخيلي كده ولله المثل الأعلى حد لطيف بيكي ومغرقك في النعم، كل يوم تتكلمي معاه وتناجيه، هتتعلقي بيه ولا لأ؟ طيب هو هيحبك قد إيه؟ لو عشتي طول عمرك تعاملي الناس بالحسنى بس أنا بعمل حاجات حلوة للناس والناس كلها بتحبني، بس ما بتصليش لله ولا بتكلميه ولا بتدعيه ولا بتسجدي ولا بتسبحي ولا بتقري كلامه ولا طب فين ربنا عز وجل في حياتك؟ انت عايشه بس للناس؟ خلاص خليكي معاهم، تطلبيش من ربنا حاجه بقى، ما انتيش متعلقه بيه، انتي متعلقه بالاحسان للناس وبتحسين علاقتك فقط بالناس عشان الناس يحبوكي. طب هم حبوكي خلاص شكرا، ما تجيش تسألي على حاجة في الآخر. طب فين تعلقك بالله؟ مفيش. ثانيا النوافل دليل على حب العبد لله وحرصه على رضاه. المسلمة اللي بتعمل الفروض وبتزود عليها كمان النوافل دي معناها ان قلبها مشتاق لربها وعايزة قربه مش بس أداء واجب. ربنا عز وجل قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. خلي حبك لله شديد. لسه قايله لك في الحديث القدسي من شوية: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكل ما تزودي في النوافل يزيد حبك لله عز وجل.
تالت حاجة ان النوافل دي بتكمل نقص الفرائض. ما نقدرش ننكر ان ولا فريضة بنعملها بنقدر نقدمها لله عز وجل كاملة 100%. دايما في سهو، في تقصير، تنسي ركعة، تسرحي، تضعفي وانت صايمة، ترتكبي ذنوب اثناء الصيام فينقص من اجر صيامك. ممكن يصيبك شوية رياء مثلا وانت بتطلعي زكاة مالك فتيجي الصدقات ترفع اجرك. فالنوافل بمختلف انواعها بتسد النقص ده. احنا عندنا من فضل الله لكل فريضة نافلة عشان تسد التقصير اللي قصرنا فيها بدون عمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي رواية: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. النوافل كمان بتساعدك ان ربنا عز وجل يوفقك في سمعك وبصرك وايدك ورجلك، فما تستخدمهمش الا في الخير اللي يرضي الله فيحبك. وده قرب معنوي عظيم جدا وحماية ربانية للعبد من الوقوع في المعصية. مش بيوصل للدرجة دي الا الانسان اللي حافظت على النوافل بعد الفرائض. النقطة اللي بعد كده ان النوافل دي بترفع الدرجات وبتكفر السيئات بفضل الله. لما تبقي حد كده درجته عند ربنا عز وجل عالية هيحبك طبعا. ربنا عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عرفنا بقى ليه النوافل بتقربنا من ربنا عز وجل وبتكون سبب في حب ربنا لينا. فنصبر ونجاهد نفسنا ونغلبها ونجبرها على العبادة حتى لو مكسلين، حتى لو مش فاضيين أو مش عاوزين. اعتبريها كده أكسجين حياتك، اعتبريها الأكل والمية اللي بتحييكي. انت حتى لو مش فاضية أو تعبانة أو كسلانة هتشربي وهتاكلي وانت مضطرة، وهتدوسي على نفسك وهتاكلي وإلا هتموتي. كذلك اتعاملي مع العبادات والنوافل بنفس الأهمية واكتر. دوسي على نفسك واعمليهم حتى لو مش عاوزه تعمليهم والا هتموتي. هتبقي جسد كده عايش للدنيا والشهوات بلا قلب ولا روح، مفيش حياه، عايشه للدنيا ومتع الدنيا الزائله وبس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده على قناه كنزي زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.